السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخ ريتال للاكلات الشهيه. النهارده احنا هنعمل كيكه الحليب المغلي، من ألذ الكيكات واحلى الكيكات. بجد مش هتقدري تستغنى عنها، بل هتبقي يعني دي الوصفه المؤكده اللي هتشتغلي بيها على طول. بجد الكيكه طريه جدا ولذيذه جدا، يعني الطعم بتاعها فوق الروعه بشويه. بجد تقدري تاكليها مع شاي، تحطيها للاولاد في اللانش بوكس او تقدميها مع صوص شوكولاته. بجد كده يعني حاجة بجد تستاهل لايك. لو عجبتكم الوصفة متنسوناش في الشير واللايك والاشتراك في القناة. يلا نشوف الطريقة مع بعض. اول حاجة هنا معانا نص كوباية زيت. هنا انا هستخدم نص كوباية زيت علشان هرجع احط زبدة. معانا كوباية سكر، والسكر هنا اختياري، عايزة تزودي عايزة تقللي ده حسب الرغبة بتاعتك. 3 حبات بيض ومعلقة خل، ومعانا 2 فانيليا، ومعلقة ممسوحة من البيكنج باودر، وكوبايتين من الدقيق. اول حاجة هنا هنزل بالبيض والسكر بتوعي اضربهم مع بعض لغاية ما الخليط يبقى اللون بتاعهم كريمي. هنزل بالفانيليا على البيض وابتدي اخفق بالمضرب بتاعي. تقدري تضربيها في الخلاط، وتقدري ان انت تضربيها بالمضرب السلك، بس بصراحة انا ايدي تعباني فهشتغل بالمضرب الكهربائي على طول. هبتدي اخفق لغايه ما اللون يبقى كريمي معايا على اول سرعه، وبعد كده اعلي السرعه بس السكر يدوب. ممكن بقى انت تفكك من الكلام ده كله وتحطيهم في شفشق الخلاط وتضربي على طول، وهينضربوا معاكي في منتهى السهوله، وهتبقى اخف كمان. خلاص كده اللون كريمي. هبتدي انزل بنص كوبايه زيت بتاعتي. هنا معانا كوبايه حليب مغلي، بجيبها مننا على النار وهي بتغلي كده واحطها على الكيكه بتاعتنا. بس طبعا الحليب مش هجيبه دلوقتي علشان انا حطاه على النار علشان اجيبه مغلي على طول. خلاص انا كده وصلت للقوام اللي انا عايزاه. هركن واقلب المكونات الجافه مع بعض. هنا طبعا المكونات الجافه بتاعتي هنزل بذره ملح. ذره ملح هنا بتظبط معيار السكر. وهنزل بمعلقه ممسوحه من البيكنج باودر واقلبها كويس جدا. طبعا الدقيق انا نخلاه قبل ما اشتغل معاكم اكتر من مره، وهرجع انخله معاكم تاني. وهنزل بالتدريج بقى واحده واحده كده بالدقيق بتاعي، مش هنزل بالكميه كلها. وارفع ايديا لفوق وانا بنخل علشان ادخل في حبيبات الدقيق هوا. واقلب بقى بالمضرب السلك بتاعي او المضرب الكهربائي، المضرب اللي انت حابه تشتغلي بيه اشتغلي بيه. هنا طبعا انا ببتدي اقلب وبنزل بالدقيق، مش بنزل بكمية الدقيق كلها مرة واحدة، بنزل واحدة واحدة. هنا الخليط هيبقى معاكي تقيل طبعا علشان ده يعتبر لسه هو البيض والزيت بس. طبعا لما نيجي نحط الحليب المغلي الكيكة هتبصوا هتلاقوها خفيفة جدا معاكم كده زي المية. ما تخافيش، هو ده القوام، الحليب هو اللي مخلي القوام بتاع الكيكة كده. وكمان ما تخافيش ان البيض ممكن تقولي لا البيض هيتسلق ده هيبقى عامل زي البشاميل، لا ما تخافيش. بس اهم حاجة الحليب بتاعك يبقى مغلي كويس جدا، وتنزلي بيه وتقلبيه بسرعة جدا جدا جدا. خلاص احنا كده وصلنا للقوام اللي احنا عايزينه. هنا معايا كوباية من الحليب المغلي، هنزل عليهم بمعلقتين من الزبدة. طبعا هنا الحليب مغلي خالص، هقلب بس معلقتين الزبدة علشان يسيحوا. طبعا كده كده الحليب مغلي فالزبدة بتاعتنا هتسيح على طول. هبتدي انزل بقى، وانت اول ما تنزلي على الخليط بتاع الكيكة بصي ما تنزليش يعني ايه، قلبي بسرعة، يعني بسرعة علشان ايه، المكونات كلها تندمج في بعضها. طبعا قطعة الزبدة اللي معايا دي هتفك كده كده الحليب مغلي، فكده كده هتسيح معانا. بفضل شغالة كده بسرعة لغايه ما بصي تلاقي القوام بتاعها بقى سايل جدا معاكي كده وخفت. ما تخافيش، اللي هيخليها خفيفه معاكي كده ان الحليب مغلي. بس اهم حاجه في الخطوه دي ان الحليب بتاعك يكون مغلي. جايباه كده من على النار، يعني انا جايباه من على النار حطيته على طول. بفضل شغاله كده. خلاص يعتبر هو كده القوام بتاع الكيكه بتاعنا بقى مظبوط. اهم حاجه بس ندوب قطعه الزبده بتاعتنا لو ما دابتش.
هنا طبعا وصلنا للقوام اللي احنا عايزينه. خلاص ده قوام الكيكه، خلاص بقت سايله معانا اهيت. هبتدي انزل بمعلقه الخل بتاعتي واقلبها كويس جدا علشان تخلي الكيكه بتاعتي هشه اكتر وتفتح معايا اللون. معلقه خل كبيره اهي. هبتدي اقلبها بقى بسرعه، ادمج المكونات كلها مع بعض. طبعا محضره قالب الانجليش كيك، ف بتدهنيه بقى دهنة زيت ورشة دقيق، وبتصب الخليط بتاعك. طبعا بتبقي مجهزة الفرن قبلها ب10 دقايق. الكيكة دي الفرن بتبقي مجهزة الفرن قبلها ب10 دقايق. بتدخليها لمدة نص ساعة، لمدة 30 دقيقة على درجة حرارة 180. وبعد ما تطلع بقى نشوف المنظر بتاعها ازاي بقى. طبعا ده قالب الانجليش كيك بتاعنا اهوت. انا مبدراه بالدقيق والزيت. هبتدي اصب الخليط بتاعي، وانا بصب الخليط ارفع ايدي علشان ايه؟ الكيك بتاعي يدخل فيه هوا. طبعا ما بصبش القالب بتاعي على الاخر، بسيب مسافة علشان الكيك بتاعي يرتفع براحته. طبعا انا المقادير بتاعتي دي عملت معايا القالبين، عملت معايا واحد بس. اهم حاجة تخبطيه خبطتين كده عشان تظبطي القالب بتاعك، يبقى مفيش فيه حتة عالية وحتة واطية. هنا ده القالب التاني. طبعا انا هلم الخليط بتاعي، اجيب الاسبتيوله بتاعتي والم الخليط بحيث يبقى ايه، المكونات بتاعتنا كلها، يبقى المقادير بتاعتنا مظبوطة، القالبين يطلعوا قد بعضهم بالظبط. خلاص انا كده خلصت، نزلت الخليط بتاعي. طبعا احنا لازم نلم اللي في البولة كويس جدا عشان ده من كمية الكيك بتاعنا. طبعا عملوا معايا القلبين دول. هدخلهم على درجة حرارة 180. الفرن يكون شغال قبلها ب10 دقايق. هتقعد مننا نص ساعة. طبعا دي شكل الكيك بتاعنا اهيت، هي لسه سخنة كمان، هتتشال معاكي بمنتهى السهولة. هنبتدي نقطعها بقى. طبعا انا قطعت واحد وهقطع ده معاكم. بتجيبي السكينة الطرنش بتاعتك وتقطعيها بقى، او السكينة العادية، وتقطعي حسب ما انت عايزة الحجم اللي انت حباه. طبعا شايفين المنظر بتاعها، شايفين قلبها من جوه، شايفين مفرغة من ازاي من جوه، كيكة اسفنجية. شايفين المنظر؟ بجد منظرها حلو قوي. دي من الكيكات يعني اللذيذة جدا، اللي تقدري ان انتي تاكليها مع كوباية شاي، تحطها للاطفال في اللانش بوكس كده. حاجة بصي يعني دي طعمها بجد لذيذ جدا. طبعا علشان انا ما اطولش عليكم، طبعا انا قطعتها ودي المنظر بتاعها معانا. طبعا يعني بجد تستاهل لايك لو عجبك. طبعا دي شكل النهائي بتاعنا. تقدري ان انت تقدميها باي شكل ان انت حباه تقدميه. طبعا شايفين المنظر بتاع الكيك بتاعنا، حاجة كده رطبة، حاجة كده يعني بجد كيكة قطنية هشة جدا، لذيذة جدا. تقدري ان انت تحطها للاطفال في اللانش بوكس كده وهم ماشيين على المدارس. حاجة كده تفتح النفس. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوناش في الشير واللايك والاشتراك في القناة وشير علشان كل الناس تستفيد. بجد قدمتها مع صوص شوكولاتة. تقدري ان انت كمان تقدميها مع شاي، وده اختياري. شير ولايك للقناة علشان يوصل لكم كل جديد.